أنا متخصص في السكتات الدماغية. أي شخص أصيب بسكتة دماغية، المريض أصيب بسكتة دماغية ثم عولج بمخففات الدم، ومن ثم يمكن أن يصاب بسكتة دماغية مرة أخرى. صدقني، هناك حوالي 10 إلى 50% من المرضى الذين أصيبوا بسكتة دماغية ثم يمكن أن يصابوا بسكتة أخرى. هذا ما يسمى بالسكتة الدماغية المتكررة. من الذي سيواجه هذه المشكلة؟ المرضى الذين يعانون من مرض الشريان السباتي، مثلما لدينا مثل الشريان السباتي العام. في الشريان الرئيسي إنه يأخذ الدم من القلب ويذهب به إلى الدماغ. هناك منطقة ضعيفة عندما يكون لديك تضيق في الأوعية الدموية في ذلك الشريان السباتي، فإنه يمكن أن يسبب سكتة دماغية. ليس فقط سكتة واحدة، بل يمكن أن يسبب سكتات متعددة. لذلك ما نقوم به كأطباء أعصاب تدخليين، ما أفعله هو أنني أقوم بتوسيع الأوعية الدموية عن طريق وضع أنبوب أو دعامة هناك. بمجرد أن تقوم بتوسيع الأوعية الدموية، وإذا شعرت أن أكثر من 70% من الأوعية الدموية على وشك الانفجار، يمكنك حينها منع حدوث سكتة أخرى. ليس فقط في مرض الشريان السباتي، لدينا جزئين من الدماغ، واحد هو الدماغ الأكبر والآخر هو الدماغ الأصغر. لذلك في الدماغ الأصغر يمكنك أن تجد شريانا يسمى الشريان الفقري. لذلك إذا كان هناك تضييق يمكنك وضع دعامة هناك. بمجرد وضع الدعامة يمكنك بالتأكيد منع حدوث سكتة دماغية أخرى.